تعالوا نعمل ديكور بسيط لرمضان من عجينة السيراميك. الأول هنفرد قطعة عجينة بسمك مناسب، وهنرسم أو نطبع رسمة زي دي كده ونفرغها. هنستخدم القطر ونحط الرسمة كده على العجينة عشان نقطعها بنفس الشكل. هنشيل الورقة ونشيل كل العجينة الزيادة ونساوي الحروف. طبعا ما نقدرش نستغنى عن المية في الخطوة دي عشان نساوي السطح بتاع العجينة. أنا بحب أستخدم فرشة كده وأمشي بيها على كل الحروف وعلى السطح كله. خلصتها وهسيبها تنشف، وبعدين قطعت قطعة عجينة على شكل مستطيل بنفس عرض الرسمة عشان تكون القاعدة، واستخدمت غطا صغير عشان أعمل هلال. لما العجينة تنشف خالص بستخدم صنفرة عشان أسوي السطح بتاع كل القطع من جميع النواحي، وبعدين ثبت القطع مع بعض بسوبر جلو. ممكن بقى نلونها بس أنا حبيتها بالأبيض. حددت بس الرسمة كده بقلم دوكو ذهبي وبس كده بقى عندنا حامل شمع شكله تحفة. قولولي رأيكم.